سامسونج اليومين اللي فاتوا دول كشفت الستار عن عملاق نسخة الفولدبل بتاعها الفولد 6. نزلت الفولد 6 ونزلت طبعا الفليب 6 ونزلت كمان الواتش 7 والجديد الواتش الترا 7 ونزلت سماعتين، السماعة البادز 3 والبادز 3 برو. كل ده حلو وكل ده جميل، بس الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن الفولد 6. ناس كتير اتكلمت عن امكانيات الموبايل ده، بس انا هكلمك على الجديد منه. وايه هو الجديد منه؟ الجديد منه يا صديقي ان انت لو انت معاك مثلا فولد 4 زي حالاتي او معاك فولد 5، هل انت فعلا تستحق ان انت تنط من فولد 4 لفولد 6، او لو انت معاك فولد 5 تنط للفولد 6؟ ده اللي احنا هنعرفه في الفيديو ده. يلا عشان ما اطولش عليك تعالى. اهلا بالعملاق الجديد من فئه الفولد، الجالاكسي فولد 6. وزي ما انا قلت لك ان فكره الفيديو بتاعت النهارده ان لو انت معاك فولد 4 او فولد 5 تنط للفولد 6 ولا لا، ده اللي احنا هنعرفه. بس خلينا نتكلم عن شويه امكانيات. وقبل ما نخش في موضوع الامكانيات ده خليني اقول لك حاجه صغيره كده، سيمبوزيوم وبسيطه. لو انت مفكر ان الفرق في الامكانيات بين الفولد 4 الفولد 5 الفولد 6 الفرق الواو اللي هيوديك نقله تانية خالص، فحب اقول لك يا صديقي واطمنك اقول لك لا، لان نفس الشكل الخارجي من على بعد مش هيبقى معروف انت معاك فولد 4 ولا فولد 5 ولا فولد 6. انما عشان تمسك الموبايل ويبقى محسوس في ايدك، هنا هتبقى معروف ان انت معاك الفولد 6. ده عشان نازل زي ما احنا متعودين ان كوبي بيست من الديزاين بتاع الاس 24 الالترا التيتانيوم الشارب، محدب يعني حاد من كل الاطراف، اكنك ماسك موبايل مسطرة المسطرة بالحرف زي ما انا بقول لك كده. هتحس ده كويس فيه. كمان عندك الشاشة مش كبيرة زي ما انت متخيل، بس البيزلز الداخلية قلت شوية فهتديك مساحة اكبر شوية او هتحس بده. والبيزل الخارجية برضو نفس الكلام. انا كنت واحد من الناس اللي كنت متوقع ان هم هينزلوا الاس بن داخل الموبايل، كنت اتمنى حاجة زي كده، بس للأسف هي ما حصلتش. فتعال نتكلم على امكانيات التليفون الفولد ال6 والفولد 5 والفولد 4، وهل فعلا في فرق بين التليفونين ولا مفيش؟ يلا ندخل في الامكانيات. وزي ما احنا متعودين اول حاجه بنتكلم عليها الشاشات. شاشه الفولد 6 بتيجي شاشه تكوينها فولدبل دايناميك LTPO اموليد 2X 120 هرتز. وهنا الاختلاف هيبقى معاك في النتس، لان هو بيجي 2600 نتس. ده عشان خاطر شاشه الفولد 4 والفولد 5 برضو بتيجي فولدبل دايناميك اموليد 2X برضو، بس مش LTPO، فعشان كده هتلاقي النيتس معاك عالي. الشاشه الداخليه اللي احنا بنتكلم عليها دي هيبقى معاك الفولد 6 عندك النيتس اللي جوه 2600، فده في حد ذاته جميل جدا. فلو انت محتاج الاضاءه الداخليه النيتس بتاعها يكون عالي، انت مثلا مهندس شغال في الشمس والكلام ده، هنا هقول لك هات الفولد 6 عشان النيتس بتاعته من الداخليه هتبقى عاليه جدا. الثلاث شاشات بتاعت الثلاث تليفونات من الداخل 6.7 انش، ما عدا طبعا زي ما انا بقول لك البيزلز صغروها جدا، فعشان كده انت هتحس ان الشاشه كبرت، انما هي ما كبرتش ولا حاجه، هم صغروا البيزلز الداخليه. نيجي للشاشه الخارجيه كلهم دايناميك سوبر اموليد، بس برضو الفولد 6 هتلاقيها دايناميك LTPO دايناميك سوبر اموليد برضو، بس عشان خاطر بتيجي 1600 نتس، انما الفولد 5 بيجي 1200 نتس تقريبا. الفولد 4 الخارجيه بتيجي 1000 نيتس. دي بالنسبه للشاشه الخارجيه. صغروا البيزلز الخارجيه شويه، فبقيت تحس ان البوصه الخارجيه اعلى منهم بواحد بوصه. يعني الشاشه الخارجيه بقت 6.3 انش، وده بالنسبه للفولد 6. اما بالنسبه للفولد 5 والفولد 4 فزي ما هما الشاشه الخارجيه 6.2 انش. اما بالنسبه لتكوين الشاشه فبتيجي من جوريلا جلاس فيسكس 2 زيها زي الفولد 5 وفولد 4، وده اللي انا قدرت المه لك. بالنسبه للشاشات، بعد ما بنتكلم على الشاشات بنتكلم دايما على الكاميرات. يلا ندخل في الكاميرات. صديقي لو انت متخيل ان في فرق في الكاميرات، فاحب اطمنك يا صديقي مفيش اي اختلاف في الكاميرات بين الفولد 6 والفولد 5 والفولد 4. ده لان هما نفس الثلاث كاميرات اللي في الخلف بالظبط زي ما انت شايف في الفولد 4، نفس الثلاث كاميرات، بس هما حلوا الشكل شويه بتاع الكاميرات، خلوا كل كاميرا فرينج لوحديها كده بارز بلون الموبايل، في الوان تانية واخده لون اسود. بص يعني كشياكه شياكه من بعيد كل
الصعيده محمدين، مفيش اي اختلاف. بيجي معاك 3 كاميرات اساسيه. الكاميرا الاساسيه الوايد بتيجي 50 ميجا بكسل، الكاميرا الثانيه تليفوتو 10 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثه الالترا وايد 12 ميجا بكسل. الجهاز بيصور 8K وبيصور 4K. نفس الكاميرات بالظبط، مفيش اي اختلاف بين ال3 موبايلات. حتى الكاميرا الاماميه الداخليه اللي في الشاشه 4 ميجا بكسل 4 ميجا بكسل 4 ميجا بكسل. الكاميرا الخارجيه السيلفي اللي بره بتصور 10 ميجا بكسل وبيصوروا 4K. وكل الكاميرات. طب ايه الاختلاف اللي انت ممكن تقابله؟ دايما الاختلاف في الكاميرات في التحكم فيها، والتحكم فيها في البروسيسور. وزي ما احنا متعودين بقى لما بنتكلم عن شاشاتك كاميراتك بيخش في البروسيسور العملاق طبعا. وده ما قلنا العملاق يبقى احنا عرفنا ان احنا بنتكلم عن كوالكوم ال8 جن 3 4 نانومتر. يبقى انت كده معاك الفولد 6 8 جن 3، معاك الفولد 5 8 جن 2، معاك الفولد 4 8 جن 1. طيب انا عشان احس باختلاف، انا بالنسبه لي انا مش احسن حاجه. انا بالنسبه لي الفولد 4 السناب دراجون ال8 جن 1 فيه بطاريته جامده جدا، بيديني كواليتي تصوير يعني فوق ما انت تتخيل، جميل جدا. يعني لا انا كاحمد تربو مثلا مش هحتاج ان انا اجيب الفولد 6 كمان، عشان الاكسسوارات اللي بقت تنزل والجراب والقلم اللي بينزل في الفولد 5 والفولد 6 مقاسه صغير شويه. فانا حابب حجم القلم بتاع الفولد 4 ده بالنسبه لي انا شخصي. وطبعا زي ما احنا عارفين ادام سامسونج منزله حاجه جديده فما ننساش نتكلم عن الجالاكسي AI. الجالاكسي AI هنا يا جماعه معليينه زياده عن اللزوم، بس برضو في حته التصوير اكتر. يعني انت دلوقتي تقدر ان انت تصور صوره، مثلا انا عندي صوره ليا شخصيه عايز احولها جرافيك، عايز احولها مرسومه برصاص، عايز احولها كرتون، عايز اعمل حاجات في الصوره كده خليها في حته تانية خالص. فده بقى موجود وبسهوله، وبتكة زرار مجرد ما بتدوس على علامه تقف على الصوره، تدوس على علامه AI اللي فوق، بتلاقي كل حاجه اتحولت للشكل اللي انت عايزه. برضو يا صديقي كل ده هيشتغل معاك لو انت معاك فولد 5 او فولد 4، بس هتستنى شهرين 3 مش مشكله على ما ينزل لك التحديث اللي يشغل لك الكلام ده. عشان احنا جربنا في ال24 الالترا حاجات كتير نزلت، وبعد ما نزلت قلنا ان هي مش هتنزل في الموبايلات، ونزل السوفت وير وبقى عندي السيرش بالاي اي وعندي كل حاجه في الفولد 4، فما احتجتش ان انا اروح للاس 24 الترا ده. عشان برضو انا بصراحه بحب الموبايلات في الاندرويد تكون فولدبل، بتساعد في شغلي اكتر بكتير. كمان في ميزه عجبتني قوي في الفولد 6، والله اعلم هتنزل في الفولد 5 والفولد 4 ولا لا، دي في الترانسليت. مبدئيا يعني انت لما بتيجي تتكلم مع حد مثلا بلغه تانية فانت مش عارفه، فانت مجرد ما بتقلب الموبايل على وضع كلابتوب كده فانت بتكتب باللغه بتاعتك، الشاشه دي بتبقى منوره بتعرض له اللي انت بتكتبه. يعني انا مسافر الصين هكلم حد بالصيني، فبكتب له عندي انا هنا بالكيبورد بالعربي، بقول له السلام عليكم ورحمه الله، انا كنت محتاج اسال عن شارع فلان الفلاني، فبيروح كاتب له وفي نفس الوقت بيطلع له الصوت. يعني بيقرا صيني وبيكلمه صيني كمان. هو لما بيرد عليا الكتابه بتتكتب قدامي في شاشتي انا بالاي اي باللغه العربيه، وبسمع الرد بتاعه باللغه العربيه. انا شايف ان دي حركه صايعه قوي وعجبتني، هي دي الميزه الوحيده اللي عجبتني تقريبا في الفولد 6. فمش عارف هل لما هينزل السوفت وير الجديد بعديها بشهرين 3 برضه هينزل في الفولد 4 والفولد 5، ولا هيبقى مقفول الميزه دي عن الفولد 6. تعال نتكلم عن الرامات والميموري شويه. طبعا الجهاز هينزل ب3 نسخ اللي هم المعتادين، 12 جيجا رام 256، 12 جيجا رام 512، و12 جيجا رام 1 تيرا بايت. برضه الفينجر برينت بتجيلك في جنب الموبايل، ما بتجيش في الشاشه ولا الداخليه ولا الخارجيه. بالنسبه للصوت ستيريو عالمي، وصوت انا معجب جدا بالفولد 4. فولد 5 برضو نفس الكلام. الفولد 6 في تعديلات بالذكاء الاصطناعي في السبيكر الستيريو، فيبقى صوته جميل جدا وحلو. من الحاجات اللي ضايقتني برضو شويه ان البطاريه هي زي ما هي 4400 ملي امبير، بس هي معايا في الفولد 4 جميله جدا، بتقضي معايا اليوم كامل ما بيقلش معايا. بس لغايه دلوقتي الموبايل بيدعم الشاحن ال 25 واط، فدي في حد ذاتها حاجه مقززه جدا بالنسبه لي. ده اللي قدرت لما قلت
لكم عن الموبايل على ما ينزل بس السوق المصري كده ونجربه ونمسكه في ايدينا. بس انت لو حابب تنقل من الموبايلات دي انا بقول لك اصبر شويه، او لو انت حابب الشكل الفتاك الجديد اللي نازل في الفولد 6. انا واحد من الناس نفسي امسك الموبايل ده في ايدي، شكله شيك قوي قوي قوي، بس كان نفسي يبقى فيه تجديد او ابغض الحلال يعني ابص الاقي القلم جوه الموبايل، مش لازم اشتري جراب ب 3 4000 جنيه عشان خاطر الاس بين بتاعه وان انا اشتغل بيه. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم على او هنعمل مقارنه بين الفليب 5 والفليب 6 والفليب 4، بس احنا هنتكلم عن الفليب 5 والفليب 6 بس. وفعلا الجهاز اللي انا حسيت الى حد ما ان فيه طفره تنقليه شويه هو الفليب 6. هنتكلم عنه الفيديو اللي جاي عشان الموضوع ما يطولش معانا اكتر من كده. تابعني يا صديقي لو انت اول مره تشوفني. احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين الموبايلات الايفون والموبايلات الفلاج شيب حول العالم، وبنحاول بنسعى جيدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر بي سي او لابتوب او ما شابه ذلك. تابعني على الفيسبوك بيج، الفتره اللي جايه دي هنجيب عروض هتعجبك قوي. لو انت مش متابعها تابعها ضروري. حابب تشوف فيديوهاتي منسقه بعناوينها تحت بعضيها هتلاقيها على اليوتيوب تشانل احمد_تربو. اتمنى ان انت تتابعني وتفعل زر الجرس. استنى رسائلك على الانستجرام. اعذرني لو بطول في الرد عليك، ضغط رسائل مش اكتر والله. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.